انت مين وبتدرس ايه؟ ممكن تكلمنا عن نفسك؟ طيب، هو في البداية انا مش عارف ايه علاقة السؤال بموضوع الفيديو، ولكن برضه انا هجاوبك. مبدئيا كده، انت مين؟ انا الشخص اللي في الصورة اللي قدامك دي، واظن الصورة بتتكلم عن نفسها. انا مش محتاج اشرح لك وافسر لك واقول لك انا مين، ولكن انت لو حابة ان انا اشرح لك وافسر لك فهقول لك انا كريم من الدراويش. عارفة الدراويش؟ وعشان كده تلاقيني دايما بكبر دماغي من الاسئلة السخيفة والتعليقات البغيضة. ده بالنسبة لانت مين. اما بالنسبة لدارس ايه، فانا هاخدك في رحلة صغيرة خالص اعرفك بيها انا دارس ايه. لو حضرتك بتسأل انت دارس ايه علشان تقيسي مستوى دراستي على مستوى كلامي اللي انا بقوله فتقيميه وتقدر تحددي بعدها اذا كنت اقتنع بكلامه ولا ما اقتنعش، بحب اقول لك يا استاذة ان الشخص اللي قدامك ده كان عايش في امريكا ودرس في امريكا واتجوز في امريكا وجي عاش في مصر هنا، وكان عامل صفحة على التيك توك، وكان من أحد المشاهير، الناس اللي مشهورة جدا. كان عامل الصفحة بتاعته لتعليم اللغة الإنجليزية. Don't say thank you. Say I appreciate it. Don't say you're welcome. زي ما انت شايفة كده، شخص جميل ومهذب وراقي ومتعلم ومثقف وشكله حلو، وبالأخص حكاية شكله حلو دي ده كان بيخلي البنات تموت في دباديبه. وفي الحقيقة لأن النوعية دي من الأشخاص دايما وجهة نظرهم بتكون خطأ، فهو ده اللي حصل بالظبط، إن وجهة نظرهم كانت سبب في تهلكتهم. لأن البنات دي كانت بتروح تتودد ليه وهو كان بيعمل معاهم علاقة، وكان بياخدهم مع الشقة اللي كان هو عايش فيها، وهناك كان بيعمل معاهم كل حاجة ممكن تتخيلها عقلك، في الآخر يروح قتلهم. طبعا ناهيك عن طريقة القتل البشعة اللي بينفذها معاهم، واللي مش محتاج ان انا اشرحها لك ولا اقول لك عليها. تقدري حضرتك تدوري عليها على السوشيال ميديا، لان الشخص اللي قدامك ده هو تيك توكر معروف جدا، قصته منتشرة على السوشيال ميديا والناس كلها عارفاها. فده مثال بسيط حاصل وحاليا وموجود وعلى ارض الواقع جبته لحضرتك. فده مثال حي ودلالة واضحة على ان التقييم اللي بيعتمد على المظهر والشكل في اغلب الاوقات بتكون نتائجه سلبية على صاحبه. وده يا سيدتي الفاضلة لان تقييم الاشخاص ما بيعتمدش على المظهر وانما على الجوهر. ولكن احنا بسبب ثقافاتنا، بسبب تعليمنا الخاطئ على مدار سنين، واللي أقنعنا أننا عشان نقيم بني آدم أو نحدد هويته أو ثقافته لازم يكون من خلال شهادة. أقيس الشخص بمقياس درجته التعليمية، يعني لو هو تعليمه عالي يبقى ده إنسان كويس وشخص متفتح وثقافات واسعة واخذ منه المعلومه، ولو ده شخص مستواه التعليمي بسيط او معدوم فده شخص بلا هويه وما ينفعش اخذ منه اي معلومه. رغم ان حضرتك لو القيتي نظره بسيطه بس على التاريخ بتاعنا هتعرفي اغلب العظماء على مدار التاريخ عظمتهم اللي حققوها ملهاش اي علاقه بالدرجه التعليميه، وحتى المتعلمين والمثقفين منهم غالبيه فيهم نجاحاتهم اللي حققوها بعيدة خالص عن مجال التعليم أو مجال الشهادة اللي هو أخذ. بص يا أستاذ، ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل لما توفى في عام 2011 اتقدرت ثروته ب 11 مليون دولار. أما شريكه ستيف وزناك فتقدرت ثروته بمليار دولار. ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن للطيران والتسجيلات اتقدرت ثروته ب 5 مليار دولار. وديف توماس مؤسس مجموعة وينديز للوجبات السريعة اتقدرت ثروته ب 99 مليون دولار. لاري إليسون وهو المدير التنفيذي لشركة أوركل واتقدرت ثروته ب 54 مليون دولار. مايكل ديل مؤسس شركة ديل للكمبيوتر اتقدرت ثروته ب 20 مليون دولار. كل دول وغيرهم من القصص الكتير اللي بتحكي نجاحات لأشخاص حققوها على أرض الواقع من غير ما يكملوا دراساتهم الجامعية أو من غير ما يكون معاهم حتى شهادات. ودي نظرية إن أثبتت بتثبت إن تقييم الشخص ونجاحه ما بيقترنش بالشهادة أو بدراسته الجامعية أو تقييمه الدراسي. ده مش معناه إن أنا بحقر أو بقلل من أهمية التعليم في حياتنا، ولكن التعليم أو درجة المؤهل الدراسي بتاعك ما ينفعش تكون مقياس أو ميزان نوزن ونقيم بيه الناس. حتى في العالم العربي والإسلامي عندنا في نماذج كتير لأشخاص حققوا نجاحات ولكنهم ما كملوش دراساتهم. ولو حابة تعرفي أكتر عن الموضوع أنصحك بقراءة كتاب عظماء بلا مدارس للكاتب والمؤلف السعودي عبد الله الجمعة. هتلاقي فيه كل المعلومات اللي حابة تعرفيها عن المجال ده أو عن الموضوع ده، لأن الكتاب بيتكلم عن الموضوع بالتفصيل، وهو في الحقيقة كتاب أقل ما يقال عنه إنه رائع. أما بالنسبة للشكل والمظهر فأنا شخص بحب أظهر بطبيعتي قدام الناس وأتكلم معاهم بطبيعتي زي ما أنت بتشوفي كده. أنا بتكلم بلهجتي العادية، بطلع بلبسي العادي، لا بتجمل ولا بحط فلاتر ولا بحاول ألبس بدلة أو قميص مكوي قبل ما أطلع بتكلم مع الناس بطبيعتي زي ما أنا. وزي ما أنت شايفة كده أنا بصور بعرقي زي ما أنا جيت من برا دخلت صورت الفيديو على طول بطبيعتي زي ما أنا، لا بتصنع ولا بحاول أتمكيج وأتهندم قبل ما أطلع أصور، بطلع للناس بطبيعتي، لأن الهدف إني أخاطب فكر الناس وثقافاتهم مش أشكالهم ومناظرهم. أتمنى أكون كفيت ووفيت للإجابة على سؤال حضرتك. ولينا في أفضل خلق توجدوا على كوكب الأرض أعظم مثل، هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعوهم بإحسان. كل الناس دي بما قدموه من عظمة وتاريخ عظيم لغاية ما وصلنا ما فيش واحد فيهم خد شهادة من جامعة باكنبورج الأمريكية، ولا كان معاه دكتوراه من جامعة فرنسي الفرنسية، ولا خد مثلا جائزة نوبل في المهلبية البريطانية. تقييم الناس يا أستاذة بمبادئها وباللي بيقدموه
وبتفكيرها وعقلها. فحضرتك أنا عرضت عليك محتوى تقدر تبص عليه وتشوفيه. المحتوى اللي أنا عرضته لك والكلام اللي أنت سمعتيه في الفيديو اللي قدمته لك، هل هو كلام مقنع ويستوعبه العقل، ولا كلام مش مقنع ولا يستوعبه العقل؟ ده ببساطة. وبالنسبة لدرجة تعليم حضرتك، فأكيد حضرتك إنسانة متعلمة ومثقفة وواعية وهتعرف تقيم الكلام ده كويس. أحب أقول لحضرتك إن أنا طالع من المؤسسة الأزهرية، ولكن بمؤهل متوسط. تحياتي لحضرتك.